عودة أخطر رجل في النادي الأهلي، عودة الحراق، عودة سي السيد عبد الحفيظ. لما المعسكر التاني، المعسكر أبو فرعين ده، عارف اللي هو الفرع أبو خطين والفرع أبو مثلثات ده، لما يجي يتكلم على كابتن سيد يتكلم يقول سي السيد عبد الحفيظ ويتك على السين. أما إحنا كمنتميين إلى النادي الأهلي نقول له كابتن سيد عبد الحفيظ عادي، أو نقول له الحراق. أما الناحية التانية لازم تقول له سي السيد، يعني بالتفخيم كده كمان يعني. تمام. كابتن سيد عبد الحفيظ احنا خسرناه كلاعب لما اعتزل، كان لاعب مميز جدا، كان لاعب مجتهد جدا، كان لاعب مخلص جدا، لكن انتقل من الملاعب الى الاعلام والى الشاشه، وكان بنفس الاخلاص والاجتهاد ونفس التميز. كان صوت للنادي الاهلي في كثير من المواقف، لحد ما الاهلي رجع استدعاه تاني، ولكن كاداري، كمسؤول داخل جدران النادي الاهلي. وادى في الفتره اللي هو قعدها داخل جدران النادي الاهلي اداء مميز جدا، متميز الى اقصى درجه ممكن حد يتخيلها. ولا انا مش جاي النهارده اقول يعني هو كان متميز يعني ازاي، الكثير منا والجميع كان شاهد على هذا التميز. وزعلنا جدا انه هو رحل عن النادي الاهلي في ظروف غير مفهومه، هي غير معلنه، لكن هي مفهومه ومعروفه اسبابها. وخسرناه كاداري، ولكن رجعنا كسبناه تاني كصوت اعلامي ضد كل المدلسين وكل المنتمين الى المعسكر ابو فرعين، اللي بيقعدوا ماسكين الحديده في الاعلام وامام الشاشات ويدعوا على الاهلي كذب، معلومات غلط، ادعاءات غلط، تزوير للتاريخ. فكان هو الصوت اللي كان بيقف قصادهم، وكان بيحطهم في مكانهم ومكانتهم المعروفه، بمعلومه صح، بمعلومه تاريخيه، بلسان فصيح، بحضور وكاريزما. كان بيؤدي دوره بمنتهى الجدية والإخلاص، كما كان لاعب وكما كان إعلامي في السابق وكما كان إداري. عشان نرجع تاني نستدعيه ك... كإداري برضو جوه النادي الأهلي مرة أخرى، ونخسره كإعلامي، لكن مش مهم، لأنه المرة دي هو راجع يعني كعضو مجلس إدارة يعني متوقع. وهنا بقول متوقع لان دي انتخابات، يعني مش اكيد، هي طبعا بنسبه كبيره ان شاء الله هيكون عضو مجلس اداره، ولكن هو متوقع لحين اعلان نتيجه الانتخابات. تمام. وهو راجع كعضو مجلس اداره متوقع ومسؤول اول واخير على قطاع الكره بالنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ ايها الساده هو مشروع الاهلي القادم، زي ما بيحصل في الملاعب كده، لما لاعب ينزل بديل للاعب تاني، اللاعب التاني ده بيكون او الاولاني الموجود في الملعب اتصاب او مجهد او اداؤه غير مرضي عنه من المدير الفني، فبيشوف ان هو مش هيأدي دوره بشكل صح، او ان هو بيخترع طريقه لعب او اي مش مناسب للعب حاليا، فبيتم سحبه ونزول لاعب تاني. حصل كمان مع سيد عبد الحفيظ لما رجع الاهلي كبديل لحسام غالي، بالظبط تبديله الهدف منها تغيير شكل الملعب. سيد عبد الحفيظ هيكون اللاعب البديل في مجلس اداره النادي الاهلي، اللي هيكمل المشروع اللي مجلس اداره النادي الاهلي بيدور عليه، وهو رئيس النادي الاهلي. كابتن سيد او كابتن حسام غالي كان بيتجهز يكون هو رئيس النادي الاهلي في المستقبل، ولكن على ما يبدو ان الامور ما مشيتش زي ما مجلس الاداره وكما يريده كمان حكماء النادي الاهلي. يعني وجدوا في البدايه ان حسام غالي هو المشروع المناسب، ولكن للاسف مع الايام ثبت عكس كده، فكان البديل مين؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. وعلى ما يبدو ان كابتن سيد يتم تجهيزه حاليا لهذا المنصب في المستقبل. وسبحان ربك لما بيريد لك الخير، يعني سبحان ربنا كده لما بيعود لك الخير يرد اعتبارك وانت راجل مجتهد ومخلص لعملك، فترجع بيتك وشغلك بطريقه ترجع لك كرامتك. مش بس كده، لا ده كمان في منصب اعلى من منصبك السابق. مش بس كده كمان، لا ده كمان مكان اللي كان سبب في رحيلك، واحنا عارفين ان سبب في رحيله كان مين يعني. تمام. كابتن حسام غالي مش بس كان سبب في رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ عن النادي الاهلي، لا ده كان في السابق برضه كان سبب في رحيل هيثم عرابي لصالح اخرين، يعني مش هنتكلم فيها حاليا، مش موضوعنا. ولكن كان ايضا على خلاف حاد وغير مبرر مع مجلس اداره النادي الاهلي في كثير من المواقف، ابرزهم موقفين غير مفهومين بالمره، قرر فيهم كابتن حسام غالي الاستقاله، وتم رفض الاستقاله دي من مجلس اداره النادي الاهلي. المرة الأولى كان بسبب رفضه الانسحاب من مباراة نادي الزمالك، وحقه طبعا، محدش يقدر يقول له أنت ليه رفضت أو ليه أسباب، سواء أنت اقتنعت أو مش مقتنع، وهو من حقه بشكل كامل أنه يرفض ويقر ويسجل رأيه وموقفه في المجلس إدارة النادي الأهلي. مش من حقه أنه يفرض رأيه، يعني يا إما ما تنسحبوش يا إما استقيل، حتى لو كان قرار الانسحاب غلط،
حتى لو كان قرار غير موفق، لكن هو في النهاية قرار الأغلبية. ما فيش حد في النادي الأهلي على مر تاريخه فرض رأيه على مجلس إدارة النادي الأهلي. دايما رأي الأغلبية أيا كان هو إيه بيتم التصويت عليه، وفي حالة التصويت عليه بالأغلبية يتم القبول به والعمل عليه من جميع الأطراف. إنما حد يطلع يستقيل ويلوي دراع النادي الأهلي عشان يفرض رأيه، ده غلط. سيب الأيام تثبت إن أنت صح، سيب الأيام والظروف تثبت إن أنت صح، لكن تفرض رأيك باستقالة ده مرفوض تماما. مرة تاني كابتن حسام غالي قدم استقالته أيام ما احنا كنا مسافرين على كأس العالم للأندية. كابتن حسام غالي اعترض على عدم توليه رئاسة البعثة، وقال لك أنا ليه ما رئاسة البعثة؟ أنا ليه ما أروحش أنا كرئيس البعثة مع النادي الأهلي في كأس العالم؟ طب يا سيدي، هو احنا دلوقتي طلعنا حد مثلا من العمال، حد من الأمن، حد غير مسؤول، جبنا حد مثلا من بره قلنا له تعالى يا كابتن امسك انت رئاسة البعثة؟ ولا كان كابتن او الاستاذ خالد مرتجي هو رئيس البعثة؟ قيمة وقامة تفوقك في العضوية، هو انت عضو وهو امين صندوق، تاريخه تاريخ والده، مكانته، كل الامور دي كانت تأهله تماما ان هو يبقى رئيس بعثة في حدث مهم وكبير زي ده. احنا مش هنقلل منك، بس هو كمان برضه مش قليل، لكن تروح تستقيل عشان تفرض رأيك او تفرض منصبك او تفرض مكانك على بعثة النادي الاهلي، هذا غير مفروض. والغريب ان انت حضرتك عضو في برلمان، المفترض ان في تصويت، وان المفترض ان انت تقدر تعمل كده في البرلمان في حالة مخالفتك لاي قرار، في حالة تصويتك لقرار في مجلس إدارة أنا آسف، في حالة التصويت على قانون معين في الرياضة مثلا، ولا قانون معين في أي شيء في مجلس النواب، تقدر لو تم التصويت عكس رأيك ان انت تستقيل وتهدد باستقالة، هيقول لك مع السلامة يا حبيبي. هكذا هي الديمقراطية، هكذا هي اتخاذ القرارات في الهيئات والمؤسسات الكبرى كمجلس النواب، كالأندية، كنادي الأهلي على رأسهم. تفرض رأيك يبقى أنت غير مؤهل لا للعمل السياسي ولا للعمل الإداري الكروي اللي أنت المفترض راجل واحد من رجالته. الجماهير ومجلس الإدارة وحكماء الأهلي راضين عنك يا كابتن سيد يا حراق، إلى الأمام وكلنا بظهرك.